السلام عليكم، اهلا بيكم في قناة منوعات بيبة. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. جايالكم بقى بفيديو جديد ان شاء الله هيعجبكم. قولولي بقى، إيه وصلتوا للجزء الكام في القرآن الكريم؟ وختمته مرة ولا مرتين ولا لسه؟ ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب. يلا بينا بقى نبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف هنعمل ايه. معايا بقى كده يا حبايب قلبي نص كيلو لحمة، ومعايا كده بطاطس مقطعة مكعبات صغيرة بالشكل ده، وجزر، ومعايا بسلة. هنيجي بقى كده هنحط مية على النار عشان اللحمة، والمية كده اول ما تغلي هنبدأ بقى نضيف قطع اللحمة بتاعتنا فيها. طبعا في طريقتين او في طرق كتير. طبعا هنعمل الطريقة اللي انتوا تحبوها، كل واحد يعني يعمل الطريقة اللي هو متعود يعملها دايما. يعني في ممكن برضو ساعات لما باجي اعمل اللحمة بشوحها الاول مع سمنة. ما بحطهاش في مية مغلية على طول، ساعات بشوحها الاول. والطريقتين برضو بيكونوا اجمل من بعض. هنا بقى انا حطيت اللحمة كده، واول ما يبدأ بقى يطلع عليها ريم والرغاوي اللي هي بتطلع على الوش دي بنشيلها طبعا، عشان الشوربة بتاعتنا تبقى رايقة كده وطعمها حلو. هنيجي بقى كده في حلة على النار، معايا كده بصلة صغيرة وهقطعها برضو لمكعبات صغيرة. هنعمل بقى ال البسلة بتاعتنا على البطاطس على الجزر، ان شاء الله هتبقى صلصة حلوة هتعجبكم. اهم حاجة كده ما نقطعش البصلة لمكعبات كبيرة، نقطعها صغير. بعد بقى يا حبايب قلبي ما قطعت البصلة كده بالشكل ده، هنبدأ بقى كده نحط معلقة سمنة. هنضيف بقى السمنة كده ونقلب، ونشوح البصلة دي ونخليها اللي هي ايه تدبل، ما تاخدش لون. هنخلي البصلة تدبل، ممكن تاخد لون اصفر خفيف كده. نصلي بقى كده يا حبايب قلبي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. هنيجي بقى كده يا حبايب قلبي نبدأ نشيل كده الريم اللي طلع معانا على الوش بتاع الشوربة كده. لازم نشيله كويس ونستنى كده لحد ما نلاقي خلاص الشوربة بتاعتنا رايقة. نعرف كده خلاص بقى ان احنا نحط لها التوابل البهارات بتاعتها. يعني هي كده لسه برضو هتطلع لسه ريم كمان، مش هحط لها كده اي اضافات. وهنا برضو البصلة بتاعتنا كده بشوحها كده على نار هادية، عشان مش عاوزاها تاخد لون، عاوزاها بس تدبل، ولو اخدت لون تاخد لون اصفر خفيف كده. شايفين بقى يا حبايب قلبي برضو طلع معانا ريم كمان. هنبدأ بقى نشيله كده. هنا بقى يا حبايب قلبي خلاص البصل بتاعنا كان دبل. هنبدأ بقى نضيف البسلة كده ونشوح البسلة مع البصل كويس. يعني يعني مش 3 ثواني، حوالي 10 ثواني كده او دقيقتين بالظبط. البسلة دي بقى يا حبايب قلبي شايفين لونها اخضر ازاي وجميل. البسلة دي انا مخزناها في الفريزر، وبجد بتطلع كأنها لسه طازة. ان شاء الله هبقى اعملها معاكم.
وبرضو الشوربة كانت لسه اللحمة بتطلع برضو الرغاوي بتاعتها والريمة هون، برضو بشيله. بعد ما بقى خلاص هنبدأ بقى كده نضيف البطاطس. والبطاطس انا مقطعاها لمكعبات كده وسط، مش كبيرة اوي ولا صغيرة اوي. طبعا ممكن نضيف بطاطس وممكن لا، بس بجد لما بضيف عليها بطاطس بيبقى طعمها تحفة جدا. معايا بقى كده يا حبايب قلبي فص توم، هيكون نهرسه ناعم خالص، يكون ناعم خالص بالشكل ده كده. وهنحطه بقى كده على البطاطس والبسلة، ونشوحهم كلهم كده مع بعض تشويحة كويسة. بيدي طعم جميل جدا، الريحة اصلا بتكون جميلة جدا في ما بنضيف التوم ده. فص واحد كده يكون صغنون. وضفنا بقى كده الجزر، وهنقلب كده كله كويس مع بعضه بالشكل ده. هنبدأ بقى نشيل برضو الرغاوي اللي طلعت معانا دي، الريم ده اهم حاجة نشيله كويس عشان برضو يطلع معانا في الاخر طبق شوربة كده طعمه يكون حلو. اللي وصل بقى معايا لحد هنا كده يا حبايب قلبي، ما تنسوش تضغطوا اللايك. ولو انتوا جداد في القناة واول مرة تشوفوني، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس لكلمة الكل، وتختاروا كلمة الكل عشان يوصلكم مني كل جديد ان شاء الله. ورأيكم يهمني، ما تنسوش تقولي رأيكم في الكومنتات. هنا بقى كده يا حبايب قلبي كان خلاص الشوربة بتاعتنا، شيلنا الريم بتاعها كله وبقت صافية خالص ونقية مفيش فيها اي حاجة. هبدأ بقى اضيف لها كده بصلة وطماطمية وفص توم بالشكل ده كده يا حبايب قلبي. وهنضيف لها برضو حبهان ومستكة وفلفل اسود وورق لورا وعيدان قرفة. لو مفيش متوفر عندك عيدان قرفة، ممكن رشة قرفة بودر كده بسيطة. بحب اضيف في الشوربة قرفة، بتخلي طعمها جميل جدا. طبعا مش هنضيف الملح دلوقتي خالص، هنحط الملح لما تستوي اللحمة معانا. وهحط للحمة كده بتاعتنا برضو معلقتين من الصلصة عشان لونها ما يبقاش ابيض، بحب الشوربة كده يكون لونها احمر، بس مش احمر قوي، يعني معلقتين صلصة خفاف كده يغيروا لون الشوربة، يدولها لون كده حلو. قولولي بقى في الكومنتات عملتوا فطار ايه النهاردة، وشاركونا كده ونشارك بعض في الكومنتات افكار يا حبايب قلبي. هنا بقى غطيت كده على اللحمة خلاص، وهسيبها بقى تستوي على نار هادية مع نفسها كده. وهنا خلاص كانت البسلة بتاعتنا مع البطاطس والجزر اتشوحوا كده على نار هادية كده. هنبدأ بقى نحط لهم البهارات. معايا كده إيه 7 بهارات ورشة بسيطة كده من الفلفل الأسود وبابريكا وكمون وكزبرة. وطبعا أنا حاطة من كل حاجة في يعني رشة فلفل أسود، ربع معلقة بابريكا وربع معلقة كمون، ربع معلقة كزبرة. طبعا على حسب الكمية اللي احنا بنعملها هنضيف البهارات. هنحط بقى عليها الصلصة. الصلصة بقى كده كانت تقيلة يا حبايب قلبي، فحبيت ان انا
اخد لها كده شوربة، نضيف لها شوربة كده، حاجة بسيطة يعني اللي هي تظبط معانا قوام الصلصة بس، وفي نفس الوقت برضو بتديلها طعم جميل. هنغطيها بقى ونسيبها كده على نار هادية يا حبايب قلبي، حوالي ربع ساعة وهتكون جاهزة ان شاء الله معانا. هنيجي بقى كده في حلة تانية برضو على النار عشان نعمل الرز بتاعنا. انا هعمل رز بشعرية ان شاء الله كده، إيه، بيكون طعمه حلو جدا. انا بحب اعمل دايما جنب الصلصة والشوربة وكده رز بشعرية. هنضيف كده معلقة سمنة، هنستنى بقى نسيح المعلقة السمنة كده. ومعانا كده الرز المصري بتاعنا غسلته كويس. خلاص بقى كده يا حبايب قلبي، هنبدأ بقى نحط الشعرية كده عشان نحمرها كده ونديلها اللون الذهبي الفاتح الجميل ده. نبدأ بقى نقلبها كده. طبعا يا حبايب قلبي لكل كوباية رز مصري كوباية شعرية. وطبعا برضو حسب رغبتكم، في ناس بتحب مثلا الشعرية تكون قليلة شوية عن الرز، يعني بيحبوا الشعرية تكون اقل. في ناس بتحب الشعرية تكون اكتر، فدي طبعا برضو حسب رغبتكم، بس هو المفروض يعني الاساسي لكل كوباية رز مصري كوباية شعرية. بعد بقى يا حبايب قلبي ما الشعرية كده احمرت واخدت اللون الجميل ده، هنبدأ نضيف بقى الرز بتاعنا. هنقلب كويس كده مع بعض بقى كله. هنبدأ بقى نضيف الملح. هنغطي بقى كده والرز كده كل الاكل بتاعنا كده على النار، هنستنى بقى لما يجهز كده. ويلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. هنا بقى كده يا حبايب قلبي هنعمل العصير بتاعنا. انا هعمل تمر بلبن، بس اخترت بقى نوع التمر اللي هو مش بياخد وقت ده، اللي هو نعمله من الصبح بدري او من بالليل. اخترت البلح التمر اللي هو الناعم. هبدأ بقى كده اقطع البلح بالشكل ده كده يا حبايب قلبي. بجد بحب جدا التمر بلبن، بيكون طعمه جميل جدا. وبكده بقى يكون العصير بتاعنا جاهز. هنا بقى كده يا حبايب قلبي قلت بقى اغسل اي حاجة مش نظيفة اتلمت وانا واقفة حواليا اول باول كده، عشان ما نراكمش مواعين كتير على نفسنا، بحيث برضو ان احنا نفطر بعد الفطار على طول، ما يبقاش فيه مع غير المواعين بتاعت بعد الفطار. عودوا نفسكم بقى كده يا حبايب قلبي، او خدوها كده قاعدة في حياتكم، ان طبق مش نضيف، معلقة مش نضيفة، مثلا كوباية وطبقين وكده، نغسل اول باول عشان برضو ما نقفش كتير، ودايما نلاقي ان الحتة حوالينا كده نضيفة، وتكون برضو في نفس الوقت تكون نفسيتنا مرتاحة بالشكل ده كده يا حبايب قلبي.
ما تنسوش بقى يا حبايب قلبي تقولوا رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش برضو تضغطوا اللايك. هنا بقى كده كان خلاص الأذان بيأذن، وقدمت بقى الأكل كده وجهزت كل حاجة بالشكل ده كده يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين. وبرضو حطيت بقى التمر بلبن كده في الكوبايات زي ما انتوا شايفين معايا كده بالشكل ده. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، آمين يا رب العالمين. ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب صالح الأعمال يا حبايب قلبي، وكل سنة وانتم طيبين.